السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البغاشة بطريقة جميلة جدا وسهلة. يلا بينا على المطبخ نشوف الطريقة الجميلة دي والحلويات دي عملناها ازاي. يلا بينا يلا بينا. وقبل ما نروح ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل جديد من إشعارات وصفات المطبخ. يلا بينا. ودلوقتي هعمل الشربات. هحط كوبايتين، هحط كوبايتين. ادي اول كوباية ودي تاني كوباية، وهحط كوباية ونص مية كده، كوباية كده، كوباية ونص مية. هحط نص ليمونة، كده تمام. وهحط النص ليمونة علشان تغلي معاها عشان تدينا طعم في مزازة كده وحلو. ودلوقتي هرفعها على النار واقلبها تقليب بالراحة مع السخونية علشان ما يسكرش من تحت ويلزق. كده تمام. هقلبها لغاية ما يدوب معايا، وهشيل البذر وكده هسيبه على نار عالية علشان يغلي بسرعة لمدة 10 دقايق. ويلا نعمل الجلاش. هنعملها بطريقة جميلة جدا وسهلة ان شاء الله هتعجبكم. ودلوقتي العسل خلاص غلي لمدة 10 دقايق. اشيل الليمونة واسيبه لما يبرد. ودلوقتي نحطه على جنب ونبتدي نقطع الجلاش بتاعنا بطريقة جميلة جدا ان شاء الله هتعجب. ده جلاش زمزم. دي شركة جميلة جدا، الجلاش بتاعها حلو. بيتحط عادي في الفريزر، بتحطيه وتعملي الاشكال اللي تعجبك. يلا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا. ودلوقتي بقى هنقطعه بطريقة جميلة، ولا هنقول بقى ده مقطع ولا مكسر ولا اي حاجة. اهو عادي جدا. هسيبه زي ما هو وابتدي اقطعه بالطريقة دي، ولا بقى تشتكي تقولي ده مكسر مني، لا انا مش هعرف افرده. لا، هتعمليه بالطريقة دي هيطلع معاكي جميل جدا وفكرة حلوة، وزي البغاشة بالظبط اللي بتتباع بره، بطريقة جميلة وسهلة وحلوة جدا ان شاء الله. شايفين؟ طريقة جميلة جدا وسهلة حلوة جدا هتعجبكم زي المحلات بالظبط. طريقة سهلة وفي 10 دقايق هتأكلي ولادك احلى بغاشة بطريقة جميلة جدا من وصفات المطبخ. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير ليوصل لكم منا كل اشعارات وصفات المطبخ. كده تمام. طبعا انا مطلعاه من الفريزر فسهل جدا يتقطع معايا. سيبته 10 دقايق كده تمام. وابتدي افرده كده بايدي كله كده تمام. بعد كده ما فكيته من بعضه، شايفين؟ ابتدي احط عليه معلقتين زبدة اسيحهم، وبعد كده الف كل الجلاش مع بعضه كده تمام. خلاص فكيته من بعض.
ابتدي ارش معلقتين الزبدة اللي انا سيحتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي الف كده الجلاش كله بالزبدة، يبقى كده مفرفر كده اكنك بتعملي كنافة بالظبط. لازم الف كله الجلاش كله كده بالطريقة السهلة دي، بطريقة جميلة جدا، بيطلع معاكي جميل جدا وحلو جدا ان شاء الله. ودلوقتي هجيب الصينية دي وابتدي انزل نص الكمية. مش محتاجة ان انا ادهنها سمنة ولا حاجة، لان انا حاطة زبدة في الاخر خالص هنسقيها برضو. ودلوقتي خلصنا رص الجلاش بطريقة جميلة. ودلوقتي طلعنا الجلاش بتاعنا بالطريقة الجميلة جدا. ودلوقتي هنحط العسل. لازم يكون العسل ساقع علشان ما يتهريش منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي، شايفين؟ ما شاء الله. ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي، شايفين؟ ما شاء الله. ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي، حلوة جدا. جربوها بنفس الطريقة تطلع معاكي جميلة جدا ومقرمشة من بره وطرية من جوه. فين الحلاوة والجمال؟ جربوها وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير يوصل لكم منا كل جديد من إشعارات وصفات المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.